عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات. ايه ده انت لسه ما صليتش على النبي؟ انت قاعد بتعمل ايه؟ ما تصلي على النبي يا عم، ما تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب يا حبيبنا يا مصطفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في فيديو جديد. والموضوع النهارده يعني انا قاعد كده عمال احضر ادور على حاجه اتكلم فيها، لكن مع موضوع زيزو طبعا، وهل سياتي الى الاهلي ام لا، والناس اللي بتتكلم ان في مشكله في الزمالك ولا لا، وهل زيزو هيكون متواجد في الاهلي وفي مفاوضات من الاهلي لزيزو ولا لا. كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل، وهنتكلم على الازمات اللي بيخترقها جماهير الزمالك والناس اللي قاعده ملهاش اي حاجه غير ان هي قاعده في الاعلام بس تقول لنا بس بص الاهلي. اصل امام عاشور في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي كان هو مش احسن حاجه زي مع نادي الزمالك. انا بقول لك واحد من الناس وواحد اهلاوي ان مستوى امام عاشور مع الاهلي لسه ما جابش التوب فورم مع الزمالك. ده بالنسبه لي كايه كاداء في الملعب، انا عايز تحركاته يكون عيل كده بياكل نجيله، مع انه هو بيجي عليه فتراته بيكون كده فعلا. لكن تعالى بقى نتكلم ارقام وكفنيا يعني ان هو بيديني في الملعب. لا، امام عاشور تخطى ارقامه مع الزمالك في 4 مواسم وهو لسه معايا، او جاب نفس الارقام مع الزمالك وهو في موسم واحد مع الاهلي، وهو كان موجود 5 أو 4 مواسم مع الزمالك. فهتتكلم ان هو مستواه كاداء في الملعب حاجات كده في تحركاته في الملعب او كادائه في الملعب. لا، امام عاشور عنده اكتر بكتير قوي واداء جمالي يقدر يقدمه اكتر من كده. لكن امام عاشور مع الاهلي مقدم مستويات مرعبه. يمكن مع الزمالك ما كانش عنده اداء هجومي اعلى غير ان هو كان مميز جدا في الشوط من خارج ال 18، كان مميز جدا في الشوط والتسديدات من خارج ال 18. لكن مع الاهلي غير. احنا مش ده موضوعنا، احنا موضوعنا ان الناس قاعده بتتكلم على ان زيزو، على ان امام وكهربا والاهلي ومش عارفه ايه، والاهلي عايز يجيب زيزو، الاهلي عايز يخطف اللعيبه، الاهلي مش عارفه ايه، وانت اساسا عندك في الدايره جوه مش قادر تحافظ على لعيبتك. انت في دايرتك جوه مش قادر تحافظ على لعيبتك. صلي على الحبيب، صليت على المصطفى، صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانت مش قادر تحافظ على لعيبتك. ليه مش قادر تحافظ عليه؟ ايه اللي بيعوقك يعني؟ عندك 8 لعيبه محتاج تجدد لهم، وممكن يرحلوا منك في اي وقت، وممكن يجددوا لاي نادي في يناير. عندك زيزو بتجدد له كل تقريبا كام شهر، مش هقول لك بقى كل موسم، ده احنا بقى لنا 4 مواسم كل شويه تجديد زيزو، كل شويه تجديد زيزو. انت تقريبا بتجدد لزيزو كل شهرين. فانت سايب ازماتك ومشاكلك وراح تدور. هو الاهلي مؤامرات. بص الاهلي كل الناس بتخدم على الاهلي، بص كل الناس بتقطع يعني. لا والله حرام. اصل بص التحكيم، وانت عندك اكبر كارثه تحكيميه حصلت عندك في بدايه الموسم، وتغير فيها لجنه التحكيم، وتغير فيها اتحاد كره بالكامل. اتغير فيها لجنه تحكيم واتحاد كره بالكامل. فازمه عندك تحكيميه حصلت عشان كان فيها فضيحه، اكبر فضيحه تحكيميه، ان لدرجه ان الحكم كان عنده حاجه وحلل التحكيم او حلل الحاله في قدام الفار ومع الفار وهو على عينه، لحد ما ننتظر ان احنا طبعا هو رايح مفيش ركله جزاء، مفيش قرار، راح عطاها ضربه جزاء وهي اساسا خارجه عن الكلام ده، عن النطاق ده نهائي. ويرجع يقول لك اصل الاهلي والمؤامره والمنظوميه. طب ده يعني هو ده ليه علاقه بالاهلي اصلا؟ انك تتعامل كده بتتجامل كده ده ليه علاقه بالاهلي؟ ما تطلعش تتكلم في ده ويطلع يقول لك لا ده تسريب، ده كلام كذب كله، وطلع في الاخر اتاكد وبقى كلام صحيح 1,000,000% ان الكلام ده حصل. وفي الاخر يطلع يقول لك لا اصل الاهلي، اصل مش عارف ايه. زيزو عندك بتجدد له كل كام شهر وزعلان. زيزو عندك انت لحد دلوقتي عارف ان هو في يناير اللي جاي ده ليه له حقيه انه يتعاقد مع اي نادي، ولسه سايبه لحد دلوقتي ما جددتش معاه.
عندك مشاكل مع اللعيبه وعندك مشاكل هنا وهنا وهنا، ولسه لحد دلوقتي ما اتكلمتش معاه. يعني انا عايز افهم، انت سايب اللعيبه كل 8 لعيبه عندك بمقام زيزو. ما عنديش مشكله ان زيزو هو اللاعب الهاله، ويطلع بقى واحد من اعضاء نادي الزمالك يكلمك يقول لك ان زيزو في الزمالك هيجدد الزمالك بنسبه 88%. طب 88% دي تدخلك هندسه يعني؟ يعني تدخل اللي هيجيبها دي هندسه؟ هتدخل زيزو هندسه ولا تدخله طب؟ ولا لا، هو 98% هي تدخل طب، لكن 88 دي ما تدخلش تقريبا اخر الشارع. يعني توديك كده كليه على اخر الشارع دي ما تدخلكش. فانا مش فاهم يعني ايه 88%. الناس مركزه مع زيزو مع تجديد زيزو. انت ده لاعب شعبي، ده لاعب ليه شعبيه، ليه جماهيريه، لاعب جماهيري، لاعب عليه لغط، لاعب عليه السبوت، لاعب هو الاهم في مصر او الاهم في الدوري المصري. فطبيعي جدا انه لما عايز كل ما يجي يتجدد هتلاقي الناس كلها حاطه السبوت عليه. بالتالي انت نادي برضه شعبي ونادي جماهيري، وبتقعد تطلع تتكلم في اي حاجه تخص النادي الاهلي. فلما يجي ابص ان انت مجدد لزياد كمال بكده، جايب زياد كمال اعاره بشيء وشويات وهترجعه النديم وتحط عليه 20 مليون، فدي كارثه تعاقديه. ترجع تقول لك المال العام عندك انت ضايع وراح في 60 داهيه، وانت عندك يعني هتقرب كمان شويه وتعلن افلاسك. ده رغم دعم كل رجال الاعمال اللي بتدعمك، وبرضه مركز مع الاهلي، مش قادر تركز مع نفسك. اصل